العبيطة اللي انت شايفها دي اسمها يافعات تومر يروشلمي، كانت بتعمل كمدعية عسكرية سابقة أو رئيسة النيابة العسكرية في الكيان. وفي 2024 المستوطنين هناك اتهموا الجيش إنهم بيتهاونوا مع الأسرى الفلسطينيين وبيعاملوهم بلطف. تقوم يافعات تشغل دماغها وتصرف فيديو لجنود الكيان من داخل سجن سيدي تيمان وهم بيعذبوا أسير فلسطيني، عشان يعني تقول للمواطنين اهو يا جماعة بنعذبهم وبنقصوا عليهم ومش بنتهاون معاهم ولا حاجة. يقوم الفيديو ينتشر ويكون فضيحة دولية، فالمعارضة وكارهي نظام نتنياهو ينقلبوا ضده ويتم إجبار يافعات على تقديم استقالتها يوم 31 أكتوبر 2025. وبعد تحقيق يومين معاها أخدت سيارتها وطلعت على شاطئ نازوك في شمال تل أبيب وتختفي هناك، وكتبت رسالة إن هي انتحرت وتركتها في السيارة، والشرطة تفضل تبحث عنها لفترة طويلة جدا. بس من يومين وجدوها قاعدة لابسة البكيني على الشاطئ وبتصيف. ودي يا سيدي قصة أذكى واحدة في الجيش الخنطرفيلي. نتعلم إيه بقى من قصة يافعات؟ إن هي سابت لهم أو تركت لهم رسالة كده مليقة أو تعليق يعني. سلام بقى.